عمرك أغلى من العالم كله، لأنك إن فقدت لا تستفيد من العالم ولا تنتفع بشيء. عمرك أغلى ما تملك، أين يضيع هذا العمر؟ فالعمر أغلى وأثمن من أن يضيع هكذا سدى، إلا إذا كنت ترى أن عمرك رخيص. أما المؤمن حياته غالية، والدليل أنه لما باعها لم يبعها إلا لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وجعل ونصب لهم ثمنا عظيما بأن لهم الجنة. أما صاحب العمر الرخيص ده يقول لك يا أخي تعال ما عندنا موضوع، تعال نتونس ما عندنا موضوع. كيف ما عندك موضوع؟ أنت مؤمن ما عندك موضوع كيف؟ عندك باب من الحسنات تريد أن تسابق فيه، فلا بد أن تحرص على كل حسنة من الحسنات، وأن لا تضيع وأن لا تهدر كل دقيقة من عمرك، حتى الذي تفعله من المباح تستعين بذلك على شنو؟ على مرضاة الله وعلى طاعة الله، لتستجم النفس، ولأن النفس تحتاج إلى شيء من الترويض من المباح واللهو البريء من أجل أن تتقدم إلى الأمام. ولكن ليس هذا هو الأصل في حياة المؤمن. الأصل أنه جاد، والأصل أنه صادق في توجهاته وحركته. وأحيانا إذا فترت القلوب وإنها تكل كما تكل شنو؟ الأبدان، فيستعان بشيء من اللهو والمزاح والفسحة وكذا، وكل ذلك فيما يستفيد وينتفع به المؤمن. لذلك أقول لك عمرك عمرك وحياتك حياتك.